السلام عليكم. المغاربة اليوم بلبلوها في الدوريات الخمسة الكبرى، والبداية مع ولد بني ملال عبد الصمد الزلزولي اللي بلبلها بصح في أتلتيكو مدريد بهدف نظيف. عبد الصمد أرسل قذيفة لا تسد ولا ترد، ارتطمت بدفاع أتلتيكو مدريد ودخلت شباك أوبلاك، وبذلك تعلن هدف نظيف لريال بيتيز، هدف وثلاث نقاط، مع أن اللاعب كان بإمكانه أن يسجل الكثير لكنه أضاع فرصة غريبة وعجيبة. لكن رغم ذلك اللاعب ساهم في فوز فريقه ونال أفضل لاعب في المباراة، نال أفضل لاعب في المباراة بتنقيط أعلى. لذلك هذا الموسم الزلزولي مختلف، الزلزولي ليس الزلزولي الذي نعرفه جميعا وكنا ننتقده ونتمنى أن يبتعد عن المنتخب، لكن هذه السنة هو مختلف كليا وجذريا، سواء فيما يتعلق بالطاقة الجسمانية وكذلك باللعب على أرضية الملعب. لذلك الزلزولي أصبح قطعة أساسية في ريال بيتيز ولا غنى عنه في التشكيل الرسمي والرجل الأول في ريال بيتيز. فيما زكريا أبو خلال يسجل ثنائيا لفريق تولوز وكذلك يعطي أسيست، اللاعب عاد لمستواه المعهود ويساهم في 4 أهداف هذا الموسم. أما صاحب الرأسية الذهبية النصيري يعود ويسجل مرة أخرى مع فريقه فنربخشة هدف، ولا في الأحلام هذا برأسية كما هو معلوم عن النصيري، يسجل بالرأسيات بعد هدفه في مانشستر يونايتد هذا الأسبوع في الدوري الأوروبي، والذي كان بدوره أن يسجل الكثير من الأهداف في تلك المباراة، لكن تألق الحارس، تألق أونانا آنذاك سجل النصيري هدف واحد. أما فيما يخص أشرف حكيمي وكذلك أمين الحارث في كلاسيكو فرنسا، أمين الحارث تعرض للطرد في الدقيقة 18 والفريق الآن في الشوط الثاني منهزم بثلاثية نظيفة لم يسجل منها المغرب الآخر أشرف حكيمي، بل سدد ضربة حرة لكنها كانت فوق العارضة، وبذلك المباراة لا زالت مستمرة الآن. فيما أمير ريتشاردسون لاعب فيورنتينا الإيطالي دخل في الدقيقة 56 ويؤدي بشكل جيد جدا لحد الآن، لأن الفريق كان فائز برباعية نظيفة على روما. فيورنتينا فازت برباعية نظيفة لحد الآن الشوط الثاني في بدايته، لكن ريتشاردسون دخل لوسط الميدان من أجل أن يدافع ويحافظ على النتيجة رباعية في شباك روما. وما تنسوش دعمنا بالاشتراك في القناة على اليوتيوب وكذلك تعليقات والمشاركات على فيسبوك، وديما غريب.